العالم كيعيش أكبر حدث رياضي كروي في الكوكب، بطولة كأس العالم، تظاهرة كيحلم يشارك فيها كل شعوب الأرض. ونسخة قطر 2022 هي كأس عالم استثنائية وفريدة من نوعها، بحكم الإمكانيات اللي تخصات والملاعب اللي تبنات واللي كتشبه الخيال العلمي. ملي بدات بطولة كأس العالم سنة 1930 تنظمات 21 مرة في 5 ديال القارات، وجميع النسخ ديال هذه البطولة شهدت على أحداث ووقائع غريبة، وممكن تكون هذه أول مرة غتسمعها في حياتك. بقى معنا حتى الأخير الفيديو وتعرف على أكثر 5 أحداث غريبة وقعت في تاريخ بطولة كأس العالم. وقبل ما نبداو ما تنساش تشترك عندي في القناة وتسجل الإعجاب ديالك بالفيديو وتخلي لي رأيك في التعليقات. نسخة كأس العالم سنة 1950 عرفت أغرب حالة انسحاب ممكن تسمعها. هذه النسخة كانت منظمة في البرازيل وشهدت لأول مرة تطبيق نظام 4 مجموعات من 4 فرق. منتخب الهند كان مشارك حتى هو في هذه النسخة، وكيف مولفين على الهنود ضروري ما يخليو البصمة ديالهم الفريدة في أي حاجة. فقبل بداية البطولة رفض منتخب الهند السفر للبرازيل والمشاركة في هذه النسخة، لكن سبب الانسحاب كيبقى هو الأغرب في التاريخ، بحيث أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض أن لاعبي المنتخب الهندي يلعبوا المباريات وهما حفيانين، يعني بدون ما يلبسوا الأحذية الرياضية. لاعبي المنتخب الهندي كانوا مولفين أنهم يلعبوا بلا أحذية، وسبق لهم لعبوا مباريات دولية في كرة القدم بالحفا. آخرها كانت في منافسات الأولمبيات لسنة 1948 اللي تواجهوا فيها مع المنتخب الفرنسي وهما حفيانين. الاتحاد الهندي تمسك بالطلب ديالو، والاتحاد الدولي لكرة القدم حتى هو تمسك بالرفض ديالو، الشيء اللي خلى أجداد شاروخان يعلنوا على انسحاب ديالهم من هذه النسخة، وتسجل هذه الواقعة كأغرب انسحاب في تاريخ كرة القدم. هذا علم البرازيل، وهذا القميص ديال المنتخب البرازيلي. هذا علم المغرب، وهذا قميص المنتخب المغربي. هذا علم هولندا، وهذا قميص منتخب هولندا. علاش المنتخب الهولندي عنده أقمصة باللون البرتقالي بالرغم من أن العلم الوطني ما فيش هذا اللون؟ القصة بدات في مونديال سنة 1974، وكانت أول مرة المنتخب الهولندي غيلعب بهذا اللون الغريب. جميع جماهير الكرة في العالم انبهروا بهذا اللون، كيف ما انبهروا بأداء الهولنديين بقيادة يوهانس كرويف، واللي قدموا للعالم ولأول مرة ما يعرف اليوم بالكرة الشاملة. لكن وسط هذا الانبهار كانت التساؤلات حول سبب اختيار هذا اللون البرتقالي، واللي اصلا ما كاينش في العالم الهولندي. السبب هو ان اللون البرتقالي كان كيميز العائله الملكيه بهولندا، وخداو هذا اللون على الاقمصه ديال المنتخب. نفس السبب هو اللي خلى المنتخب الايطالي كيرتدي اللون الازرق واخا ما كاينش في العالم الايطالي. ففي سنه 1910 لعب المنتخب الايطالي اول مقابله دوليه ليه، وفي هذه الفتره كانت العائله الملكيه سابويا هي اللي كتحكم ايطاليا، وكان اللون المميز ديالهم هو اللون الازرق. ومن هذا التاريخ حتى اليوم القميص الاول للمنتخب الايطالي هو الازرق. مونديال إسبانيا سنة 1982 شهد مشاركة المنتخب الكويتي بنهائية كأس العالم لأول مرة، وهذه المشاركة للمنتخب الكويتي غتشهد واحد الحدث عجيب وغريب. في الدقيقة 80 من المباراة اللي كانت كتجمع فرنسا مع الكويت كانت النتيجة 3-1 لصالح الفرنسيين. ميشيل بلاتيني غيمرر واحد الكرة على طبق للاعب ألان جيرسي اللي تخطى دفاعات المنتخب الكويتي واللي كانوا مسمرين واقفين في بلايصهم، وسجل الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي. اللاعبين الفرنسيين كانوا كيحتفلوا بالهدف، لكن اللاعبين الكويتيين داروا بالحكم وكيحتجوا عليه على اساس انهم وقفوا وخلاو المهاجم الفرنسي يدوز من قدامهم، حيت سمعوا صافره جايه من المدرجات واللي كتشبه لصافره الحكم، واعتقدوا بان حكم المباراه هو اللي صفر. وفي وسط هذا الشد والجد غينوض رئيس بعثه الكويت الشيخ فهد الأحمد الصبح، واللي كان جالس في المنصه الشرفيه، وقف وقال للاعبين حبسوا هنا جاي. نزل ارضيه الملعب ومعه الحرس ديالو ودخل في الحكم طول وعرض. الحكم السوفيتي لقاها ماشي للبيع، وهو يلغي الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي بعد ما تشاور مع المساعدين ديالو، رغم احتجاج الفرنسيين ان الحكم كمل اللقاء. وفي اخر دقيقه سجل المنتخب الفرنسي الهدف الرابع للمره الثانيه، ويسالي الماتش بفوز المنتخب الفرنسي ب4 أهداف مقابل 1. بعد هذه الواقعه الاتحاد الدولي استبعد الحكم السوفيتي نهائيا وما عاودش قاد شي مباراه دوليه اخرى.
سنة 1966 وفي نسخة كأس العالم المقامة بإنجلترا، وقبل شهور قليلة من انطلاق البطولة غيفيق العالم على وقع خبر غير متوقع، خبر صدم كل متابعي وعشاق كرة القدم في العالم. هذا الحدث الصادم هو سرقة الكأس اللي كانت معروضة في الواجهة الزجاجية للقصر ويست مينستر هول بهدف الترويج للبطولة. المسؤولين ما فهموا والو، فاقوا الصباح لقاو الكأس الذهبية اختفت من بلاصتها وفي ظروف غامضة. هذا الحدث استنفر قوات سكوتلانديا اللي عياو يقلبوا على شي دليل، لكنهم ما لقاو حتى اثار، واخا سخروا افضل الرجال والمحققين عندهم الا انهم ما قدروا يوصلوا حتى لشي حاجه. الشيء اللي خلى الاتحاد الانجليزي واللي كان في موقف محرج يلقى واحد الحل ترقيعي، وهو يطلب في الخفاء من واحد الصانع معروف يصنع نسخه اخرى من الكأس الذهبيه اللي تسرقات. لكن قبل ما يكمل الصانع الخدمه ديالو وبشكل مفاجئ تم العثور على الكأس المسروقه مغلفه بورق الجورنال ومرميه في واحد الجرده، واللي لقاها هو واحد الكلب كان دايز من تما بالصدفه هو ومولاه. وصبح هذا الكلب بطل قومي في انجلترا، حيث نقدهم موقف محرج للمنظمين وللبلد ككل، وعطاو جائزة لمول الكلب قيمتها 3000 جنيه استرليني. وبعد مدة عاد تعرف السارق الحقيقي للكأس، واللي كان واحد من عمال البناء وسميته والتر بليتشلي. مونديال سنة 1974 كان منظم في ألمانيا، وكان منتخب الزئير اللي هو حاليا الكونغو الديمقراطية مشارك كممثل عن القارة الإفريقية. غرائب هذا المنتخب بدات حتى قبل ما تبدي البطولة، فبمجرد وصول بعثة منتخب الزئير لمطار فرانكفورت تفاجأ مفتشي الجمارك ملي لقاو مجموعة من القرود الميتة مع الامتعاد ديال منتخب الزئير. بعد ما فاقوا من الصدمة حاول مفتشي الجمارك يشرحوا للإداريين ديال منتخب الزئير أنهم ما يمكنش يدخلوا هذا الشيء للبلاد. جاوبوهم مسؤولي منتخب الزئير وقالوا لهم بأنهم جابوا هذه القردة معهم باش ياكلوها، وباللي هما عزيز عليهم لحم القرد المشوي. وهذا الطبق للاسف ما كاينش في المانيا، على هذا الشيء جابوا هذه القروده باش ياكلوها، خصوصا انهم كانوا كياكلوا هذا الطبق قبل كل مباراه في التصفيات الافريقيه، وربي كان كيجيب التيسير وكيربحوا هذه المقابلات. يعني هذا الطبق ولا فال حسن على المنتخب الزئير. واخا هكاك مفتشي الجمارك رفضوا دخول هذه القرده للبلاد، الشيء اللي خلى المسؤولين ديال المنتخب الزئير يحسوا بالاهانه والحقره وكبروا القضيه حتى هددوا انهم غينسحبوا بالبطوله. وبعد نقاشات طويله تدخلت الخارجيه الالمانيه باش تفك هذا المشكل وسمحوا للزئير انهم يدخلوا هذه القرده ويستمتع اللاعبين بالطبق المفضل ديالهم. لكن للاسف هذه المره لحم القروده ما جابش لهم الحظ، خسروا في 3 ديال المقابلات، دخلت الشباك ديالهم 14 هدف وما قدروا يسجلوا حتى شي هدف. جميع نسخ كأس العالم كانت شاهدة على طرائف وغرائب مختلفة، البعض منها كيضحك والبعض الآخر كيبكي، لكنها كتبقى كلها فريدة من نوعها. إلا بغيتوا جزء ثاني من غرائب بطولة كأس العالم كتبوا لي في التعليقات، وخليوا لي الإعجاب ديالكم بالفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناة.